المقارنات، جلد الذات، العلاقات السامة، الصوت اللي يقولك من جواك انت مش كفاية، الضغط اللي انت مش عارف ترتبه، الالتزامات، الاولاد، المشاكل، دي كلها مش ظلمات تطفي نورك اللي هو اصلا ما بيطفيش. دي مجرد ضوضاء ودوشة مش جاية من أحداث، لأ، دي جاية من قصص وأفكار مغلوطة أنت في عقلك اخترعتها وصدرتها للسطح وأسقطتها على الواقع. لكن لما تبص للموقف تاني بعد سنين تلاقيه كان مجرد دفعة مش كسر، حاجة بسيطة كده أثرت فيك مش هزيمة. أغلب اللي بيحجب نورك مش حقيقة أساسا، ده حكم قديم محتاج يتشال من جواك ومن عقلك. أعظم الفلاسفة أفلاطون قال الظلال ليست المشكلة، المشكلة إنك تفتكر إنها الحقيقة. الحاجات اللي بتحجب نورك مش مؤذية، لا، هي بس مقنعة زيادة عن اللزوم، وده أخطر ما فيها. ربك بيقول لا تزكوا أنفسكم، مش معناها تبص لنفسك بسوء، إياك إنك تحتقر نفسك، لكن معناها لو فضلت شايف نفسك من خلال عيوبك عمرك ما هتشوف نورك.